السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ معكم كابتن حسام. النهارده جاي نتكلم على البيض والكوليسترول ودي تكمله للفيديو اللي فات. ناس كتير ما بتقدرش تاكل البيض او بالاخص صفار البيض عشان خاطر موضوع الكوليسترول والكلام ده. طيب الاول نعرف في نوعين من الكوليسترول، نوع ضار اللي هو LDL والنوع النافع اللي هو HDL. البيضة او صفار البيض موجود فيه ايه؟ صفار البيض موجود فيه النوع النافع اللي هو HDL. طيب موجود بنسبة قد ايه او بكمية قد ايه؟ في البيضة الواحدة فيها حوالي 184 ل 186 ملي من الكوليسترول، والنوع ده من الكوليسترول مش ضار على الجسم. وانا هنا بكلم الاصحاء والرياضيين بالاخص، عشان الناس دي بتحتاج بروتين عالي وفي نفس الوقت عايزين حاجة تكون ارخص شوية من الفراخ واللحم. فهنا انا بنصح الناس تاخد البيضة كاملة عشان فوائد البيضة كاملة كلها البيض بالصفار اللي اتكلمت عليها في الفيديو اللي فات. بس او عندك حساسية من الكوليسترول او حساسية من البيض اصلا، او عندك اي مشاكل صحية زي قلب او ضغط او حتى كوليسترول عالي، فهنا ما تاكلش البيض اصلا الا لما ترجع للطبيب بتاعك. بس كده، وده كان موضوع البيض والكوليسترول باختصار. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واعمل فولو عشان تشوف الفيديوهات اللي فاتت.